يسعد أوقاتكم جميعا. رجعنا من جديد، يا أهلا وسهلا فيكم. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. يا صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين، صباحكم مشرق بأنوار النبي دائما وأبدا. تجهزوا معي لحتى تعرفوا شو هو طبقنا لليوم. اليوم رح أعرفكن على أطيب وألذ الأطباق يلي منحب نقدمها على السفرة، يلي بيحبوها الكبار والصغار، وكمان يمكن اتنين ما يختلفوا بطعمتها ونكهتها الطيبة بأي طريقة بتتقدم فيها. يلا نبدأ على بركة الله. أول شي حطيت مي لحتى غلت، رح نسلق المعكرونة. حطيت معلقة صغيرة من الملح، وكمان حطيت شوي من الزيت، وضفت المعكرونة عليها. المعكرونة انتو ومحبتكم لأشكال المعكرونة، في المعكرونة لها كتير أشكال متنوعة. فيكن انتو الشكل اللي بتحبوه تقدموه فيه للبشاميل فيكن تستعملوا. هلا هي النوعية أنا كتير بحب أستعملها، هي المعكرونة الملفلفة. بيعطيها هيك طعم وشكل كتير حلو للمعكرونة. بعد ما سلقنا المعكرونة وشلناها على طرف، رح نقلي اللحمة. رح نساوي معكرونة بشاميل بالدجاج، بصورة الدجاج. حطيت شوي من الزيت وحطيت زبدة كمان، مكعب من الزبدة. رح نقلي الدجاج كتير منيح، فرمتهم لمكعبات صغيرة. وطبعا لعشاق اللحمة فيكن تستبدلوا الدجاج باللحم. بعد ما نحركهم رح نضيف عليهم حبتين من ورق الغار، وكمان رح نضيف شوي من الفليفلة الحارة، ورح نضيف معلقة صغيرة من 7 بهارات، ومعلقة كتير صغيرة من الفلفل الأسود. ما بدي أكتر كتير البهارات فيها. وكمان رح أضيف معلقة صغيرة من الملح لحتى ما أضيع طعمة المعكرونة البشاميل بالبهارات اللي رح نضيفها. المعكرونة البشاميل من الأكلات اللي ما بتحب كتير أنواع البهارات. كل ما كانت خفيفة كل ما بتحسوا بنكهة المعكرونة والبشاميل. منضل منحرك أسطورة الدجاج لحتى يشقروا عندي وياخدوا لون كتير حلو، ومن بعدها رح نضيف الخضراوات إلها. معي هون حبة بصل صغيرة رح أضيفها، ورح أقليها كتير منيح لحتى كمان هي تشقر شوي وتاخد لون حلو. اليوم طبختنا يمكن كلها فيها مكونات الشقر، إن شاء الله على خير. رح نضيف كمان حبة فليفلة خضراء فارمتها لمكعبات صغيرة مشان تعطيها نكهة كتير طيبة. منحركن كتير منيح لحتى يتقلوا عندي. بعد ما دبل عندي البصل والفليفلة رح أضيف عليهم الفطر. فيكن تستعملوا الفطر المعلب، بس الفطر الفريش بتحسوه هيك إله نكهة أطيب بكتير من المعلب. إذا مو متوفر عندكن فطر فريش فيكن تضيفوا المعلب. منحركن لحتى يدبل الفطر عندي، ومن بعدها رح نضيف الذرة. كمية الذرة انتو حسب محبتكن، إذا بتحبوا الذرة فيها كتير فيكن تكتروا الكمية. منحركن لحتى هيك الخضروات كلياتها تختلط مع بعضها منيح ونقلوا. ومن بعدها رح نضيف تقريبا معلقة، يعني معلقة من دبس البندورة، معلقة صغيرة مو كتير كبيرة، بتعطيها نكهة كتير طيبة دبس البندورة. ومن بعدها رح نضيف كاسة صغيرة من المي، ومنضل منحركن لحتى يختلطوا عندي كتير منيح. وهيك صلصة اللحمة صارت جاهزة عندي لحتى نحطها على البشاميل وتعطيها النكهة اللي كتير طيبة. منخليهم يغلوا يعني تقريبا 5 دقايق لحتى هيك الخليط عندي يتجالس مع بعضه.
ويصير القوام هيك كتير منيح. من بعدها منطفي تحتها ومنحطهم على طرف لحتى نستعملهم للمعكرونة. رح نساوي البشاميل. رح أضيف نص كاسة صغيرة من الزيت، ورح أضيف 7-8 حبات من المكعبات الزبدة، ومنحركهم كتير منيح. لهي الكمية تقريبا بدي استعمل للتر من الحليب، بدي استعمل 4 معالق من الطحين. 4 معالق من الطحين للتر من الحليب كتير بيعطي قوام ممتاز. إذا أنتم بدكم تضاعفوا الكمية حسب كمية المعكرونة اللي موجودة عندكم، فيكم تضاعفوا كمان الحليب، وكمان تكتروا كمية الطحينة. بنضل منحركهم كتير منيح لحتى هيك الطحينة عندي هيك يتحمص شوي مع الزبدة والزيت. منضل ايدنا فيهم ومنحركهم، ومن بعدها رح نضيف الحليب إلهم. أول ما منضيف الحليب لازم تضل ايدنا فيهم أكتر من دقيقتين لحتى الحليب مع الطحين هيك ما يتكتكلوا بقلب الطنجرة. منضل منحركهم وإيدنا فيهم. بهاي المرحلة منوطي شوي النار تحتهم، ومنضل منحركهم لحتى نتأكد إنه الطحين والحليب كلياتهم اختلطوا مع بعض. من بعدها بنرجع منعلي النار. رح أضيف البهارات، معلقة صغيرة كتير من الفلفل الأسود، ورح أضيف مكعب ماجي. أنا هون ما ضفت ملح أبدا، لأنه أنا حطيت مكعب ماجي بالبشاميل. البشاميل يمكن ما بيحب الكتير إنه الملح يكون فيها ظاهر، يكون قليل أحسن ما يكون كتير. وكمان هون ضفت يعني تقريبا بدي لكم ضفت كمشتين من الجبنة، جبنة القشقوان، لحتى هيك يعطيها قوام كمان وطعمة كتير طيبة، وتكون الدسامة فيها عالية للبشاميل. كمان فيكم تستبدلوا الجبنة بالكريمة. تحطوا تقريبا كاسة صغيرة من الكريمة، وبيطلع كمان طعمة ونكهة كتير طيبة. البشاميل عندي قوامه كتير ممتاز، وهون هيك عم بشوف نجاح البشاميل طلع كتير ممتاز عندي، والسماكة البشاميل كمان كتير منيحة. هاي أول طبقة راح أحطها، وراح نضيف عليهم المعكرونة ونحركهم كتير منيح. هاي أول طبقة راح نستعملها. البشاميل من الأكلات اللي كتير طيبة واللي كتير مرغوبة، يمكن بيحبوها الصغار والكبار، وما حدا بيختلف فيها بطعمتها ونكهتها الطيبة، وبتتقدم بكتير طرق، وبأي طريقة كانت كتير طيبة ولذيذة. عملنا أول طبقة من المعكرونة، وكمان حطينا عليهم بشاميل. كل ما كان البشاميل فيها كتير، كل ما بتاخدوا نكهة أطيب. تبلة الدجاج اللي حضرناها راح نضيفها، نوزعهم كتير منيح. هاي تاني طبقة راح نضيفها. نوزع التبلة كتير منيح، وراح نحط عليها شوي من البشاميل. منوزع الدجاج كتير منيح على المعكرونة، وراح نحط كبجايتين صغار كمان من البشاميل، ونوزعهم على الصينية. رح أضيف من بعدها المعكرونة. نصيحة كتير صغيرة رح أقلكن إياها عن المعكرونة. المعكرونة أول ما بتسلقوها وبتبردوها شوي، بتحسوا إنه هيك بتنكمش على بعضها، بتتعجن معكن. بعد ما تبرد شوي صغيرة، مو كتير، حطولها تقريبا 2-3 معالق صغار من زيت النباتي، وحركوها كتير منيح. وبضمن لكم المعكرونة لو تضلها تاني يوم بالبراد ما رح تتعجن، وتضل محافظة على قوامها. بعد ما حطينا المعكرونة ورح نضيف طبقة البشاميل عليها، نحركهم ونوزعهم كتير منيح، ونتأكد انه كل الأطراف وصل البشاميل إلها. بعد ما مدينا البشاميل كتير منيح، رح نحط على الوش
جبنة الأشقوان لأنه هو اللي راح يعطيها لون ذهبي كتير حلو وكمان طعمة والنكهة الطيبة. وما ننسى كمان نحن ضايفين جبنة بقلب البشاميل. النكهات عندي اتعززت أكتر وطلعت الطعمة أطيب. وهيك بعد ما زينا الطبقة الأخيرة من الجبنة رح نحطهم بالفرن تقريبا طولوا معي 20 دقيقة ل 15 دقيقة لحتى ياخد هذا الوش الذهبي اللي كتير حلو. ومن بعدها منقدمها أطيب صينية بشاميل فيكي تقدميها بنكهات كتير طيبة وكمان طعم كتير خرافي. وهيك بتكون صينية المعكرونة بشاميل صارت جاهزة معنا. شوفوا المنظر والقوام ما شاء الله، المنظر والشكل والريحة بجننوا والطعم فعلا خيالي. بتمنى تجربوها على طريقتي والطعم والنكهات كتير طالعين طيبين والريحة عبت البيت. وكمان إذا جربتوها لا تنسوا تكتبولي رأيكم بالتعليقات كيف طلعت معكم. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا بإصبعكم الحلو تعملوا إعجاب للفيديو وكمان تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل شي جديد أول بأول بنزله على القناة. وهيك يا أحبابي جهزت وصفتنا لليوم، بتمنى تنال إعجابكم وتكون عن حسن ظنكم. وكمان شو هي الأكلات التانية اللي بتحبوا نساويها سوا ونقدمها سوا. وشكرا لكم ولحسن المتابعة. إذا كنتوا عم تحضروني لهالوقت وأخذت من وقتكم الكتير غالي فأنا بتشكر كل حدا بتابع الفيديو للأخير وبيشاركني آراءه الحلوة. إن شاء الله بنلتقي على خير دائما ومحبة، وبحب لكم مع ألف سلامة. باي باي.